السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ومرحبا في قناة ست اخوات، قناة المتواضعة اللي بنقدم لكم كل مفيد. إن شاء الله تستفيدوا النهاردة بوصفة النهاردة هنعمل جبنة في البيت. طبعا كلنا بنعاني من غش الجبنة. لا، احنا هنعمل بقى جبنة طبيعية في البيت، وأوفر وأنضف وأضمن وأفيد لولادك. يعني بعيدا عن الجبنة بقى اللي عليها بودرة، والجبنة اللي عليها مواد حافظة ومغشوشة احنا هنعمل جبنة طبيعية في البيت وبأرخص طبعا. وحتى لو ما كانتش أرخص هي أضمن لولادك ومغذية لولادك، بتأكليهم جبنة فعلا مش بودرة وبودرة السيراميك والكلام اللي احنا بنعمله ده. انا عملت سندوتش قدامكم اهو، ومش هاكله الا لما اقول لكم بقى الطريقة. يلا بينا على الطريقة الاول. سمي بسم الله وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا جبت 3 كيلو لبن وحطيتهم كده على النار. انا كنت غليهم قبل كده على فكرة، وحطهم بيتهم في التلاجة، وواخدة منهم الوش بتاعهم، يعني ده منزوع الدسم. خدت الوش بتاعهم. طبعا بنعمله زبدة، بنحوشهم ونعملهم زبدة. فانا حطيتهم على النار لان كان اللبن برد. انا كنت حاطه عليه ملح وولحت عليه النار عشان يدفى. يعني مش هنغليه طبعا تاني ولا حاجه، بنكمل ملح اهو. يعني حطي على الكيلو معلقه كبيره. انا كنت حاطه قبل كده، فبنكمل بس الملح ده حسب رغبتك انت طبعا. في ايدك الملح وفي ايدك اللبن، دوقي. عايزه تاني حطي، مش عايزه ما تحطيش. طبعا انا بنقلب اللبن كويس اهو من الملح، وبندفيه على النار زي الببرونة بتاعت الطفل كده. يعني خليه لغاية 45 درجة. تحطي نقطة على ظهر ايدك كده. لو لسعتك قوي لا، يبقى مش يبقى ايه حامي. يعني انت جربيها كده، بتبقى درجة حرارها ايه، مش غليان ولا كده، يا دوب دافي حلو كده. بنجيب بقى المنفحة دي بتتباع عند الصيدلية. مش كل الصيدليات بتجيبها على فكرة. انت اسألي على الصيدلية اللي بتجيبها. اسألي ممكن البقال او اللبان، يعني بتاع اللي بيعمل جبنة. قولي بتجيب المنفحة منين او اجيبها منين. هتلاقي صيدلية من الصيدليات بتبيعها، وممكن في عطارين بيبيعوه حسب المكان اللي انت ساكنة فيه. انا جبت طبعا المنفحة ديت او اللبن، بقلبه طبعا اطمن ان الملح داب. لو الملح حاسه ان فيه شوائب ولا فيه حاجه، بتجيبي شاشه وتصفي اللبن في معون تاني او في حله تانية، يعني عشان لو في اي حاجه تطلع. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي المنفحه اهي. المنفحه ديت الازازه دي ب20 جنيه. دي بتحطيها في الفريزر وبتاخدي منها، بتعملي منها كتير. يعني انا عامله منها كذا مره. فبتاخدي على الكيلو 5 سنتي. بتجيبي سرنجة نظيفة وبتقيسي بيها 5 سنتي. او لو عندك الغطا بتاع الأدوية بتاع الأولاد، اللي هي الغطا اللي بياخدوا فيه الدواء ده بالملي كده، ممكن تقيسي بيه. طبعا انا بنقيس بالسرنجة، بنحط في المعلقة كده وندوب. وتدوبي بقى جامد. لازم تقلبيها حلو، تتأكدي كده ان هي اتوزعت على كل اللبن. دوبها كويس. رك ما تحطيها لازم تدوبي عشان ما تتجمدش في حتة واحدة، لانها بتأثر على اللبن لما يكون دافي كده، بتأثر عليه. ممكن ايه لو صنيتي شوية ممكن يتجمد يعني. بعد ما طبعا قلبناها كويس، واحنا طفينا النار بقى خلاص من بدري، هنغطيها بقى كده ونغطيها كأنك بتعملي زبادي.
هنسيبها بقى تتفاعل معاه كده وتتجمد او تتجبن يعني. طبعا هي ما نفعتش تتجبن من اول مرة كده، ما بردت لقيتها لسه برضو ايه، ما جمدتش قوي، فجبت حلة يعني فيها شوية مية صغيرين، وسقطت فيها الحلة دي، نزلت فيها الحلة دي وخليتها متغطية زي ما هي. قبل ما تبرد الحلة كانت اتجمدت زي ما انتوا شايفينها كده. سبتها بقى تبرد، طلعتها من الحلة وسبتها تبرد، وبعدين هتشوفوا بقى هنعمل ايه. هنجيب السكينة ونقطع كده زي ما انتوا شايفين، نقطع كده مستطيلات كده. دي طبعا الحركة دي بتساعد على ان الشرش يعني يطلع من اجزاء الجبنة كلها، طلع الشرش كله منها. انا كنت بنعملها زمان، ما كنتش بنعمل الحركة ديت، وكنت بنعبيها على طول في الشاشة ونعلقها او نحطها في مصفى ونضغط عليها بحاجة، فكانت بتدي نفس النتيجة برضو. بس ديت طبعا بتساعد على الحركة دي، بتساعد على التخلص من الشرش يعني بسرعة. يعني كيلو اللبن كنت جايباه ب20، لو انت حتى عندك الكيلو ب25 بس تجيبيه من حد مضمون، هتبقى برضو اوفر لك واحسن لك وانضف لك واضمن لك. سيبها بقى دقايق كده، هنلاقيها نزلت مية كده على ايه، في يعني عملت شوية من المية. خلي المكعبات صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. نسيبها بقى شوية كده، عايز اسيبها شوية كتير ماشي يبقى افضل، هتساعد طبعا في تصفية المية. انا ما سبتهاش كتير. هنجيب المصفى ونحط تحتها حاجة، طبعا تكون حاجة نظيفة عشان انت مش هتكب مش هترمي يعني الشرش. هنجيب بقى قماش، انا ما جبت الشاشة بقى، انا جبت قماشة نظيفة كده تكوني بتستعمليها في الجبنة والمخروطة وكده، يعني الواحد بيبقى عامل قماشة كده للحاجات دي، وبتبقي غسلها طبعا ونضيفة. هنفضي بقى الجبنة كده زي ما انتوا شايفين اهي، نفضيها في قلبها. ونسيبها بقى تتصفى، وهتنزل ميتها في قلب المعون اللي انت حطاه تحت. نغطيها كده، وبعد ساعة نجيلها ونحاول نقلبها عشان كل الأجزاء اللي فيها يعني تصفى ميتها. هنسيبها كده على الرخامة شوية، وبعدين نرجع لها بعد ساعة كده ونبدأ نقلب فيها. نقلب فيها كده، هو من تحت ده، من النص، الجزء اللي في النص ده دايما هو اللي بيتحوش فيه المية، فانا دايما اقلب كده، اجيب من بره لجوه كده، وادخل في النص كده، اخلي كده من تحت، لانها بتلزق في قلب القماشة وما بتنزلش المية اللي اهو زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا المية متحوشة في النص، يعتبر اكتر شوية. الاطراف بقى بتبقى نشفت، فتجيبيها كده تقلبيها كده على الجزء اللي في النص عشان تضغط على بعضها وتتصفي. الحتة اللي في النص ديت نخليها دايما كده عشان تنزل ميتها يعني. نحاول بقدر الامكان ان احنا نصفيها كويس عشان بعد ما نعبيها ما تبقاش كلها مية، لانها بتتصفى بعد كده برضو وهي مركونة، وهتلاقيها نزلت مية. لو المية زيادة عن اللزوم ممكن تبقى تأثر على الجبنة وتضيع الجبنة في قلب منها. طبعا الجبنة دي تعتبر منزوعة الدسم، المية اللي نازلة منها مية صافية خالص. ودي ميزة بقى ان دي تبقى قماشة مش شاشة.
القماشة بتحوش اي حاجة صلبة، ما بتنزلهاش في قلب المية. ويعتبر الشرش دوت لبن، يعني ما هوش حاجة يعني تعجني بيه. معجنات عادي، تعملي قرص، تعملي رقاق، تعجني بيه عادي خالص، او قراقيش او كده. بنجيب كده الاطراف من بره لجوه، لانها هي اللي بتبقى ناشفة. اول حاجة، اول جزء بينشف فيها، ونخلي كده من النص برضو عشان نخلي المية تنزل، لانها بتتحوش وبتتجمع في النص. نسيبها برضو شوية كمان، يعني معاكي ال5 6 ساعات، لحد ما تلاقي تأكدي ان هي خلاص كده، تطمني اللي هي اتصفت حلو. تغطيها بقى وتسيبيها برضو براحتها. انا هنا ضغطت عليها بحاجة تقيلة، يعني حطيت عليها برطمان السكر بعد ما طبقتها كده على بعضها، فنشفت شوية وبقت احسن من الاول. لو عايزة اكتر ممكن تعمليها، لكن انا استكفيت بكده يعني. خلاص بقى هنشيلها بقى من المصفى. المية هي اللي نزلت منها، مش هرميها طبعا. المية ديت ممكن تعملي بيها معجنات مالحة طبعا، لان هي عليها ملح. يعني انت ما اعملي حاجات قراقيش، اعملي حاجات من اللي هي عليها ملح يعني. هنجيب بقى علبة البلاستيك اللي هنحط فيها. ممكن تبيتيها بقى برا كده 2 3، بتبقى احسن، يعني اسبوع، وبعد كده تحطها في التلاجة. هناخد حتة كده اول حاجة، ناخد حتة للفطار بقى كده الاول، افطروا بيها كده وهي لسه طازة كده. هنجيب العلبة البلاستيك اهي بتاعت التلاجة، وهنعبي فيها. العلبة دي بتاخد كيلو. هنحط فيها كيس كده، نجيبه اكياس تلاجة ونقطعها ونحط كده. ليه بقى؟ عشان هي هتنزل مية، فالجبنة تبقى في بين الكياس كده، ما تبقاش عايمة في قلب المية. لو في مية نزلت، يعني هي مش هتنزل مية كتير، بس برضو عشان ما تبقيش بتاخديها من وسط المية. انا خدت حتة للفطار وبعدين هنعبيها بقى في قلب العلبة، ونضغط عليها. حاول ما نحطها، نضغط عليها كده عشان الفراغات اللي فيها، يعني عشان نعرف نحطها في العلبة كده. لو بتحبها بقى بطعم الفلفل الأخضر، تجيبي قرن فلفل كده وتحطيه عليها، أو ممكن لو بتحبيها بالشطة أو كده، ممكن برضو تجيبي الهريسة اللي بنعملوها دي برضو، بس ما يكونش عليها ملح، لأن دي عليها ملح. وأنا حطيت قرن فلفل اهو، ما بين الطبقات هنحط قرن فلفل، وهنضغط عليه كده بنسواه بالمعلقة. وبعدين هنجيب كيس تاني، اهو هنحط الجزء بتاع الكيس ده كده، ونحط برضو عليه الجبنة، تبقى طبقات كده عشان لما تطلعي يعني تاخدي طبقة طبقة. ما شاء الله، جبنة جميلة، رغم ان هي منزوعة الدسم، لكنها عاملة زي الزبدة والله، وناعمة وجميلة جدا، وطعمها لذيذ، وتاكلي حاجة مغذية يعني.
مش حاجة منظر وخلاص اللي احنا جبنا وخلاص، لا، دي حاجة مغذية ما شاء الله. ما تقوليش طب ما اللبن غالي، طب مش، لا، طب ما انت طلعتي من 3 كيلو لبن بنطلع حوالي كيلو وربع، او حتى لو هو كيلو حتى يبقى ب60، وخدتي منفعة ب5 جنيه، لانك انت ما بتاخديش المنفعة كلها، ده انت بتاخدي جزء منها، يعني حاجة بسيطة جدا منها. هي الازازة كلها ب20 جنيه، فقولي خدتي ب5 جنيه، يبقى كده ب65 جنيه كيلو الجبنة، وهو اكتر من كيلو، هو اكتر من الكيلو. شوفي بقى جبنة اصلي، ما هياش مثلا بودرة ولا كده. شوفي الكيلو دلوقتي بكام الجبنة النظيفة دي. انت بتحطي 5 ملي من منفعة على كل كيلو، ومعلقة ملح كبيرة، او ممكن يبقى معلقتين حسب انت عايزاها حادقة ولا عايزاها عدبة ولا عايزاها وسط، يعني انت شوفي، انت دوقي وشوفيها. طلع كله طبعا، ما نسيبش حاجة خسارة. طبعا الدنيا غالية دلوقتي، واي حاجة بتعمليها بايدك بتبقي ضمناها، حتى لو وفرتي حاجة يعني انك انت كلتي حاجة نظيفة بس. ما تقوليش مثلا ده تمن ده، لا، عمرها ما هتبقى ده تمن ده ابدا. عمرهم ما هيعملوا لك جبنة نظيفة زي كده. وبعدين انت خدتي قشطة ممكن هتحوشيها، او لو عايزة تعمليها على طول حتة زبدة كده، او تفطري بيها بمربى او كده، يعني حسب بقى انت وصحتك يعني. عايزة تعمليها سمنة ماشي، عايزة تاكليها كده ماشي، تحطها في السندوتشات. يعني شوفي برضو احنا طلعنا جزء هوريهولك دلوقتي، حبة حلوين يعني لوحدهم بتمن الجبنة دي. لو انت رحت اشتريتيهم عند اللبان شوفيهم بكام يعني. هنحطها بقى كده على جنب على الرخامة شوية، وبعدين ايه نبقى ندخلها في التلاجة بعد 2 3 كده. ادي الجبنة بقى اللي انا طلعتها للفطار. هوريكم بقى، شوف هنعمل بقى السندوتش بتاعي، هناكله معاكم بقى عشان اوريكم طعمها جميل جدا. انا لسه ما وريتكمش بقى الكريمه، اللي شوف هي عامله زي الكريمه ازاي، رغم ان هي منزوعه الدسم. احنا غلينا اللبن وبيتناه في التلاجة، وطلعنا الوش بتاعه، وبعدين بدأت نعمله جبنة بقى. هوريكم دلوقتي الشوية اللي احنا طلعناهم من الجبنة، اللي من اللبن يعني الوش. تحطي فيها طماطم، تحطي فلفل اخضر، زيتون، حاجة كده ايه ما شاء الله، بألف هنا وشفا. وعودي ولادك على الحاجة دهيت، يعني ما تبقاش. الأولاد دلوقتي بقوا بيحبوا الجبنة المبودرة عن الجبنة الطبيعية دي. لو هما ما حبوش طعم المنفعة، هوريك الأول الزبدة اللي طلعت بقى. لو ما حبوش طعم المنفعة اركنيها شوية، دي الزبدة اللي هي القشطة، الوش بتاع اللبن. ما شاء الله، هو حوالي ربع كيلو على الأقل يعني، تالي ده يعدي الربع كيلو اهو. شوفي ربع كيلو القشطة بكام دلوقتي. جيبي بس اللبن من حد مضمون. اما اكل بقى انا كده، وريتكم كل حاجة، ناكل انا بقى. المية اهي، هنعجن بيها، مش هرميها، هنخليها في التلاجة لحد ما نعجن بيها حاجة، ما نشرميها يعني. جميلة جدا، جربوها بألف هنا وشفا.